بالاتفاق مع الجهة المشرفة على السلة الغذائية تم إقرار سلة غذائية مضاعفة لل5 ملايين و100,000 نسمة المشمولين بالحماية الاجتماعية. وصرفت أول وجبة من شهر الواحد، الوجبة الأولى. هذا واحد. اثنين، أخذنا قرار ووافق عليه مجلس الوزراء وأعلناه من قبل حوالي أسبوعين تقريبا. أبناء المشمولين بالحماية الاجتماعية الذين في المدارس ستصرف لهم 30,000 بعنوان تغذية. كل أسرة مشمولة بالحماية الاجتماعية أبنائها من الطلبة سيصرف لهم مبلغ لكل طالب 30,000، طبعا يضاف على الراتب، بعنوان تغذية لهذا الطفل. كذلك تلميذ وطالب من موجود في المرحلة الجامعية. لا، وصولا إلى الجامعة 30,000 دينار. يعني الأسرة اللي عندها 3 طلبة مثلا أو 4 افرض راتبهم 330. هذا خلاص تم إقراره يعني. تم إقراره، نعم. ننتظر فقط الموازنة. أي فقط الموازنة. ممتاز. هذه قضايا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيئة الحماية الاجتماعية لا تمنح راتب الإعانة لأي شاب غير متزوج. المنح فقط للأسر. نعم، للأسر. وإن كان هناك شاب داخل هذه الأسرة يستطيع العمل؟ لا، الأسرة إذا تجاوز عمره 18 سنة يطلع ما يأخذ. طبعا يطلع ما يأخذ. فلذلك احنا